يا شباب حياكم الله. فيديو النهارده بيتكلم عن ازاي تلم المنهج. عارف هتلم المنهج ازاي؟ هتقول لي ببساطه هاخد الكرة والم بيها المنهج وكده ابقى لميته. هقول لك لا، انت كده جاي تهرج، ولو عايز تعرف بجد خليك معايا للاخر. طبعا الامتحانات خلاص على الابواب، وانت كنت مقضيها فرجه على كاس العالم ولعبه من اول السنه، وفجاه لقيت نفسك قدام الامتحانات. اهلا حبيب قلبي، خطوه عزيزه. فانا جاي النهارده يا صديقي اعرفك ازاي تحلق على المنهج. من الناحيه الثانيه. اول حاجه هتخش على جروب الدفعه وتسالهم عن مراجعات الماده اللي جايه اللي ما تعرفش فيها حاجه غير اسمها. هتقولي ما حدش بيرد عليا، هقول لك انت دخلت بانهي اكونت؟ هتقولي باكونت عادي. غلط يا صاحبي، انت هتعمل اكونت اسمه سارة احمد وتنزل السؤال. عارف اكونت سارة احمد؟ عارفه، ده انا حافظه صم. يا رب ايدك تشال يا اسطى سارة احمد اتهرس في 100 اكونت قبل كده. هتقولي طب اسميه ايه؟ سميه اي حاجه ان شاء الله على اسم الاكس. ايه ده؟ جبتها ازاي دي يا باشا؟ اللهم صل على النبي، دماغك دي المصاد. وساعتها هتلاقي ناس كتير ردت، فتاخد الحاجات اللي بعتوها لك وتشيلها، وهقول لك هتعمل بيها ايه في الاخر. تاني حاجه هتخش على المعلم يوتيوب من جوجل، هتخش تساله على ملخصات الماده اللي بتدور عليها، وتجنب تماما اي حاجه ليها علاقه بوحش الكيمياء، حوت الرياضيات، صرصار الفيزياء. ويستحسن الفيديو ما يعديش 5 دقايق لكل ماده. جمعت الملخصات حلو قوي، هنشيلهم هم كمان على جنب عشان هنعوزهم في الاخر. تالت حاجه بقى انك هتلجا للبيست فريند حبيبنا صاحبي واخويا ده، هتخش تقول له صباحو يا حبيب اخوك، ما جبتش حاجه نذاكر منها للماده اللي جايه؟ علوم يا اسطى احنا في خدمه اجتماعيه. فده ترد تقول له احلى مسا عليك وتبلكه، واوعى تفك البلوك الا لما تتخرج انت وهو. هتقول لي والعمل بعد كده يا معز؟ هقول لك ده بقى اللي انا كنت عامل حسابي عليه من الاول. فاكر الحاجات اللي كنت بقول لك هعرفك تعمل بيها ايه في الاخر؟ طلعت نيتي خير وكنت شايلهم لك لوقت عوزه. انت هتخش على مكتبك الجميل وتقعد تظبط فيه وتجيب الملخصات بتاعت جروب الدفعه وفيديوهات اليوتيوب اللي قلنا عليها، وتخش تنام عشان صباح عليك امتحان بكره وما ينفعش تسهر. سلام يا رجاله. اسف يا عم مستكتش في التعليم، بس راجل عمري ما جلد زميل، اعمل بكره نجمه اجيب منها فلوس كتير.